بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة شهر رمضان الكريم، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وربنا يصلح حال بلدنا إن شاء الله يا رب. أنا عايز أتكلم عن موضوع مهم جدا، يعني والله موضوع بتاع الشباب السودانيين. بقوا ناشطين واشتغلوا في مجال المسلسلات والكذا الرمضانية، بس للأسف لقوا انتقادات كثيرة يعني. لكن الانتقادات دي تدل على انه الناس حضرت وشافت الناس دي عملت شنو يعني جد، وفي ناس اعداء نجاح يعني. اذا كان الشيء جميل ولا الشيء كعب ولا الشيء كده، الناس في النهايه الانتقاد موجود الى ان تقوم الساعه يعني. لكن الشيء اللي انا عايز اشيد به والله يعني ما شاء الله يعني، احمد الجيجر اشتغل شغل كويس في المسلسل بتاع غدر، وفي مسلسل تاني اسمه عصب هش عملوا زول صغير برضه، والله اجتهد فيه كتير يعني. فالناس دي ما في زول داعمهم يعني، بس فهمت علي؟ يعني ما في دعم كده مباشر، ما في كده. الناس دي بأقل إمكانيات بأقل كده. يعني أنت عارف غدر ده يعني مدينك إنه هو ممثل في السودان، لكن ممثل في دولة ثانية. انا داير بس اقول حاجه واحده. فاجتهدت الناس دي إنه اللوكيشن ذاته تحت السكن الحاجة دي في السودان، وطابع القرية والوضع بتاع القرية، والموضوع ما سهل. انا بس داير اقول لك حاجه واحده. الانتقادات مرات بيكون لمشهد معين، يعني انا متاكد انه في ناس ما شاهدوا المسلسل كامل، شاهدوا جزئيه معينه وحكموا عليها، او عندهم فكره مسبقه عن الشخص. مثلا واحد عنده فكره مسبقه عن زول صغير مثلا، هيحكم على المسلسل قبل ما هو يشوف المسلسل. دي اشكالتنا. ثانيا، التطور في الدراما والمسلسلات والافلام السودانيه بيجي من خلال شنو؟ التكرار، يعني تكرار التجارب. يعني كل ما عندنا مسلسلات اكثر، كل ما اتجودت اكثر. لكن كل ما احنا نقعد نهدم كل فكره، عمرنا ما حنتقدم في المجال ما هو الفني الفكرة والدرامي. انت كون الليله مثلا تمثل لك مسلسل، الموضوع ده ما يتخيل انه سهل. نعم. الموضوع ده صعب جدا ومكلف تقنية. جدا وداير امكانيات عاليه جدا، والناس دي بيشتغلوا بامكانيات بسيطه جدا في ظروف هذا صعبه وفي جداً. ظروف صعبه وفي وضع صعب. لكن الشيء اللي انا حبيته في الموضوع اكثر انه في متابعه. نعم. يعني الناس هسه بقت تتابع الدراما السودانيه، مع انه الموضوع ده اندثر كده، وبقت الناس ما بتحضر ولا بتشوف ولا بتاع ولا هنا. الشباب ديل ما شاء الله احيوا الموضوع، بغض النظر عن انه الحاجه دي كويسه ولا الحاجه دي كعبه، انه في النهايه الناس دي بدات تصهر الدراما ثاني من جديد. نعم. فدي شيء يتحسب في لهم يعني. في مجهود. وانا والله يفترض الناس شنو حبيت انه تشجعها. اتكلم عن الحاجه دي، كان متحقق يعني انه الواحد المفروض. لا، شوف كلامك ده جميل، لكن شوف الشباب دي المفترض الناس تدعمهم، واذا في الملاحظات النقد الناس البناء، تستفيد منه لقدام. النقد البناء صح، نعم. مش تشجع الحاجه دي. نقد ايوه، في نقد يهدام. اي انه بيتكلموا عن حاجات ما عندها معنى. نعم. فانا للاسف ده حالنا، فربنا لكن يصلح الحال. الناس دي والله تعبت يعني صراحه، عملوا المسلسل ده واجتهدوا فيه انا وعملوه بطريقه شخصيا احمد الجيجر ده برضه جميله اجتهد جدا. في المسلسل انا واحد من الناس السابق، برضه كان اجتهد فيه شديد بتاع زاندر. بتاع زاندا، واللي كان قبله عنده برضه مسلسل. المهم الناس اجتهدت، فاجتهد الناس يعني. اجتهدت شديد يعني. فالناس لازم يكون النقد بناء والناس تستفيد منه، مش الناس الناس تشجع، يعني تشجيع مهم يعني. تكون الشغل هدام بانه بس ليه عاملين الحاجه دي كده، ليه كده ما عارف. يا اخي لو اصلا هنا البطانيه دي غيروها، يا اخي كلام ما عنده معنى. الناس شغاله والله على اقل امكانيات، على اي شيء متاح انه يعملوا به حاجه انه الناس تشوفها والناس تتابعها. فاتمنى انه الناس تتابع الناس وتدعم يعني. صحيح. الموضوع ده ما سهل يعني. ربنا يصلح إن شاء الحال ان الله. شاء الله. الله